أكتر سؤال حاليًا بيتكرر من كل الناس اللي بتحضّر للتقديم لمنحة Achieving هو التغيير اللي حاصل بالنسبة لسنتين خبرة العمل المطلوبين للتقديم للمنحة. مطلوب حاليًا إن السنتين دول يكونوا بعد تخرُّجك من درجة البكالوريوس، تكون سنين العمل غير مرتبطة بالدرجة بتاعة البكالوريوس نفسها، يعني ما كانتش أحد الrequirement علشان تاخد الشهادة دي. وتالت حاجة إن تكون الشغل دوّة له علاقة باللي أنت بتقدّم عليه، ودي حاجة ترجع لك وهاوضّحها إزاي. أولًا التاريخ اللي هتحدد بيه أو تبدأ العد لسنين الخبرة هو التاريخ اللي مكتوب في شهادة التخرُّج بتاعتك بالضبط أنت أخدت الشهادة إمتى. فأي شهادة تخرُّج بكالوريوس أو ماجستير أو غيره، في تاريخ الحصول على الشهادة، على الدرجة العلمية. بعد التاريخ ده أي حاجة بتعملها تقدر إن هي تعِد معاك، لكن حاليًا مش هتقدر تدخّل أي أعمال تطوعية ولا تدريب ولا عمل عملته أثناء الكلية. خلاص هم حاطين شرط صريح جدًا، جدًا إن أنت كل العمل يكون بعد تخرُّجك من درجة البكالوريوس. في النقطة دي في حاجتين مهمين بالنسبة للأطباء أو أي كلية طبية، حاجة فيها اللي هو سنة الامتياز الinternship. اللي لازم تعرفه إن سنة الامتياز دي مش requirement لدرجة بكالوريوس الطب. أنت بعد ما بتخلّص 6 سنين كلية طب، لو أنت مثلًا في مصر في النظام القديم ما أعرفش دلوقتي كام سنة، أنت بتكون مؤهل تاخد شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة، وبتطلع لك شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة بالتاريخ بعد انتهاء امتحاناتك وظهور النتيجة بعد ال6 سنين. سنة الامتياز دي هي سنة مطلوبة منك علشان تاخد تصريح مزاولة المهنة، وده شيء مختلف عن درجة البكالوريوس. فبالتالي سنة الامتياز هي paid internship، هي تدريب مدفوع، ودي حاجة تقدر تحطها في application زي Achieving. نفس الكلام بينطبق على الجيش، الناس اللي دخلت الجيش وإن كان هو التجنيد الإجباري، أنت بتدخل الجيش بتشتغل مثلًا كطبيب أو بتشتغل كمهندس، هي لا زالت خبرة تقدر تضيفها، لإن تاني دي ما كانش ليها علاقة شهادة البكالوريوس بتاعتك، فبالتالي هي عدد سنين تقدر تضيفها في الخبرة. يمكن هنا الحاجة الفاصلة إن لازم تكون خبرة العمل دي مرتبطة باللي أنت بتقدّم عليه. فتيجي هنا أنت ومهارتك، إزاي تربط أي حاجة عملتها في سنة الامتياز أو في سنين الجيش أو أيًا كان التدريب اللي بتاخده بالشهادة اللي أنت بتقدّم عليها. يعني مثلًا لو أنت بتقدّم على شهادة مثلًا ماجستير صحة عامة، وأنت أثناء سنة الامتياز دي عايز تضيفها في سنين الخبرة بتاعتك كدكتور مثلًا، فتقدر تقول إن أنت أثناء سنة الامتياز حاول مثلًا تقول والله أنا شاركت في بعض الأبحاث، شاركت مثلًا في health promotion، إني أنا توعية صحية للمرضى، توعية صحية لأهالي المرضى وهكذا. ودي كلها حاجات ممكن تعتبر مهارات لازمة أثناء ماجستير الصحة العامة أو ليها علاقة بالصحة العامة بشكل عام. والتعامل مع المرضى والتعامل في النظام الصحي بشكل عام دي خبرات ومهارات برضه لها علاقة التقديم على ماجستير الصحة العامة. فبالتالي ما تركزش قوي في جزء والله أنا أخدت جراحة وبطنة وأطفال وهكذا. هنا أنت مش بتقدم على ماجستير كلينيكال، أنت بتقدم مثلا على ماجستير صحة عامة، فأنت عايز تحط سبوت لايت أو تهايلايت كده وتنور الحتت اللي لها علاقة بالماجستير بتاعك. وهكذا برضه بينطبق على سنين الجيش أو ينطبق على أي تدريب تاني أنت أخدته. فلازم تكون النقطة دي واضحة بالنسبة للأطباء. شهادة التخرُّج هتكون فيها تاريخ، هو ده التاريخ اللي بتبدأ تعِد من بعديه سنين الخبرة بتاعتك. وبالمناسبة لازم تكون سنتين الخبرة دول برضه يكونوا حصلوا قبل، يعني تكون خلّصت السنتين قبل تاريخ تقديم الapplication، مش قبل تاريخ بداية الماجستير بتاعك، قبل تاريخ تقديم الapplication. فالapplication فاتح من النهارده تقريبًا هيقفل مش عارف في نوفمبر، أول نوفمبر تقريبًا أو آخر أكتوبر، فأنت لازم تكون كمّلت سنتين الخبرة قبل تاريخ تقديم الapplication بتاعك. وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.